نزلت الزجاج قلت له خير؟ قال لي انزلي. قلت له في شيء؟ قال لي بتعرفي بعدين. انا انزل؟ قال لي ايوه انت انزلي انزلي يلا. قلت له اوكي، يعني مباشره ما فيش اي مقاومه لانه ما فيش معايا الا الشنطه حقي والتليفون. نزلت من فوق السياره. اول ما نزلت تفاجأت في حاجه ربط عيوني من الخلف وطلعوني فوق الباص المعكس. طبعا كنت اقول لهم انتوا وين مودينني؟ قالوا ولا كلمه. يا اخي عن بتودوني ايش في ايش صلحت انا؟ قالوا ولا كلمه ولا كلمه. مشى الباص كذا كذا كذا، ما مش عارفه وين، لانه انا عيوني مربطه طبعا. وعلى طول لبسوني حتى الكلبشات حق ليدي. وصلت لمكان نزلوني نزلي امشي امشي يلا طلعي رجلش طلعي رجلش طلعي رجلش. كان تقريبا للدور الثاني. دخلوني الى مجلس كبير. اول ما دخلوني جلسوني كان كنب، فتحوا لي الربط حق عيوني. تفاجأت بخمسه قدامي محققين. انا اول ما وصلت انصدمت. قالوا لا تخافيش. قلت انا ايش اعرف انا فين؟ ايش تشتوا مني؟ من انتم؟ قالوا بتعرفي بعدين، بس انت الان اهدئي وجاوبين على كل الاسئله التي شان نسالش. قلت طيب قبل كل الاسئله التي بتسالوني وقبل هذا كله اشتي منكم خدمه، اشتي التليفون لو سمحتوا اتصل لامي تروح اولادي في النادي. اولادي بيخرجوا من النادي وهم صغار طبعا ما يعرفش كيف يروحوا يضيعوا. اشتيكم تتصلوا لامي تروح بناتي في البيت لحالهم تاخذ حتى البنات من البيت. قالوا لي مستحيل ممنوع، انت بتخرجي عجلي وجاوبينا بسرعه على الاسئله وتروحتي. يا جماعه طيب انا على ما اجاوبكم على اسئلتكم هذه بيكون عدى الوقت ويكونوا عيالي ضاعوا. قالوا ولا يحصل فيهم شيء، يلا جاوبينا على الاسئله. اول سؤال احكي لنا قصه حياتك من يوم ولدتهم مش لحد الان. يا جماعه عايش كيف قصه حياتي من يوم ولدتني امي؟ ما اذكرش انا كيف ولدتني امي، يعني اذكر انا من فترات. قالوا تكلمي كل حاجه الذي انت تعرفيه. بدات اسرد لهم قصه حياتي مثل ما قالوا. لا ما اذن الفجر. اذن الفجر الذي بيحققوا معي قاموا وجو ناس ثانيين كانوا صحيوا من النوم، يعني هذول كانوا نايمين وهولك يحققوا معي، هذول قاموا ينوموا وهولك يواصلوا معي. وبداوا هذول يقولوا يلا كملي ويواصلوا معي لما كان ظهر تقريبا. الاسئله التي كانوا يرددوها علي قوي يقولوا لي انت ما بتديش الكلام بالصح، انت كيف كانت علاقتك مع السفير السعودي؟ السفير السعودي هذا انا ما اعرفش، فعلا انا ما اعرفش. انا مش سياسيه علشان كل علاقه مع السفير السعودي، ولا كنت اشتغل لا في وزاره ولا في سفاره ولا في اي شيء. قالوا لا انت تعرفي السفير السعودي لازم تقولي لنا ايش علاقتك به. انت عندما تكتبي ضدنا معناها انت مش معانا، انت مش معانا. وعندما تكوني مش معانا قلت لهم انا مستقله. قالوا ما فيش حاجه اسمها مستقله، اما